ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن بأسهل طريقة زي بتاع المحلات بالظبط. والفيديو مش طويل خالص، فكل اللي يشوفني يشترك في القناة لو مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يعني بجد لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم جدا، بس كملوا معايا الفيديو للآخر. احنا هنحتاج كوباية رز عادي، الرز البلدي. هنكون غسلينها طبعا كويس جدا، وهنحطها اللي هو بالمج العادي، هنحطها في حلة، وهنحط على الكوباية دي 2.5 كوباية من المية، مية عادية جدا يعني مش مغلية ولا حاجة. وهنرفعهم على النار ونسيبهم يغلوا كويس لحد ما الرز تستوي خالص، يعني الرز يكون استوى جدا. حتى لو احتاج ميه تاني ممكن نحط اهو. شايفين شكل الرز؟ انا بس عشان مختصره في الفيديو عشان ما يبقاش طويل. اول ما الرزايه تستوي كويس نحط عليها لتر من اللبن. لتر اللبن يكون ساقع، يعني بصوا ده اللبن ده كمان ساقع جدا لدرجه ان فيه قطعه من التلج، فاهميني؟ بس بنحط بقى اللبن ونقلبه، طبعا بيغلي باللبن كويس، ونفضل نقلب فيه عشان بس ما يلزقش، عشان هو من السهل ان هو يلزق، فبتبقى من وقت للتاني بنقلبه اهو. بس زي ما قلت لكم، المفروض اللبن يكون ساقع ما يكونش سخن خالص. بنحط بقى السكر. بعد ما حطينا اللبن بنحط السكر بالتدريج. طبعا السكر ده على حسب الرغبة، يعني على حسب ما انتي بتحبيه مسكر مش مسكر، بيبقى على حسب الرغبة. تمام. بعد كده، بعد ما بنحط السكر، لاني هقول لكم يعني ان انا ليه مسرعه الفيديو. بعد ما بنحط السكر وبيغلي شويه، بجيب كوبايه فيها نص كوبايه ميه، وبدوب فيها معلقه كبيره نشا، وبعد كده بحطها. سوري معلش، وحطيت برضو ربع كوبايه كريم شانتيه. كريم شانتيه خام، يعني ده كريم شانتيه خام حطيته عليه، هيديله قوام حلو جدا. يعني جربوه بالكريم شانتيه، صدقوني هيعجبكم. وزي ما قلت لكم حطيت اهو كريم شانتيه، وبعد كده هحط عليه ربع كوبايه، نص كوبايه ميه، وعليها معلقه كبيره نشا. انا جبت المضرب اليدوي وقلبت بيه علشان يعني ما يكتلش ويبقى احسن. هو كده اهو، ادي نص كوبايه الميه بالنشا وهيغلي كويس. وبعد كده بحط له حاجه بسيطه فانيليا، يعني رشه فانيليا. انا عندي فانيليا سايله، حطيت له فانيليا سايله. ومعلش بقى، هي الكاميرا وقفت على كده، انا مكنتش اعرف ان هو وقف تصوير. بعد ما بيغلي كويس يعني وبيتقل شويه، بنقوم حاطينه بقى في الطواجن الفخار ايا كان في اللي انتوا عاوزينه، وتسيبوه على الرخامه يبرد خالص. وبعد كده نلفه بستريتش لاب. المهم ان احنا نغطي وشه كويس ونحطه في التلاجة. ليه؟ عشان لما بنغطي وشه ونحطه في التلاجة، هو ده اللي بيدينا الوش المكرمش اللي زي بتاع المحلات بالظبط. يعني والسر في الحتة دي ان انت تغطيه وتحطيه في التلاجة، صدقوني هيدوكوا النتيجة الكويسة دي، وهيطلع زي بتاع المحلات. واسفة جدا لو ان الكاميرا ما صورتش باقي الفيديو، بس الفيديو اتمنى ان يكون خفيف على قلبكم ويعجبكم. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، وباي باي، مع السلامة.